السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم من الشروق كيتشن على قناة ام العيال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ناجتس بس بالقرنبيط. طبعا الموسم بتاعه دوت ومش قادرة اقول لكم بقى، يعني داخلين على الشتاء ومحتاجين كل الحاجات الحلوة دي اللي بتدفي ومليانة غذاء ومليانة فيتامينات، ومعظم او اكتر كمان الولاد مش بيحبوه، فاحنا هنعمله بطريقة تموه لهم القرنبيط بشكله العادي. اول حاجة هنسلق طبعا القرنبيط، هنحطه في مية مغلية وبعدين عليه شوية ملح وشوية كمون وهو بيتسلق. طبعا عارفين الكمون ده مفيد علشان لو في اي بقى انتفاخات بقى بتيجي من القرنبيط او الحاجات دي، الكمون حلو جدا في الهضم. هنقطعه بالسكينة كده، احنا عايزين نضيع ملامحه خالص، عايزة هرسه تماما. ولو عايزة تعمليه في الكبة كمان تقدري تعمليه في الكبة، تهرسيه خالص تفرميه. وبالشوكة كمان، يعني قطعته بالسكينة على قد ما قدرت، وبالشوكة كملت هرس فيه لغاية ما ضيعت كل ملامحه تقريبا. هنحط عليه كمان بيضتين، توابل بقى ملح وفلفل وكمون. هندمج بقى كل ده. طبعا القرنبيط فوائده وفيتاميناته لا تعد ولا تحصى، فاحنا عايزين ندي كل الحاجات دي للولاد وهم بيرفضوها، فاحنا بقى بنتحايل وبنخدعهم احيانا علشان نوصل لجسمهم الفيتامينات المفيدة جدا دي. هدمج بقى البيض والتوابل مع القرنبيط بالشكل ده. هنحط عليه معلقتين من البقسماط علشان يعني يبقى ليه شكل كده وقوام يتماسك مع بعضه، ميبقاش سايل كده، عشان نقدر نشكله براحتنا ونعمله زي الاشكال بتاعه الناجتس بالظبط. انا ولادي مسمينه كوكو. ده كوكو يا مامي؟ اقول لهم اه حبيبي فهم بيحبوها جدا، والحمد لله ان هم استصاغوا طعمه. هو طعمه مش وحش، بس هو احيانا احنا بنرفض شكله كده، هو شكل الثمرة اللي هي الكبيرة دي، فاحنا بنتحايل على الوضع ده. هنجيب بقى معلقة ونشكله كده هو بايدينا كله حجم واحد. ده ممكن طريقة، وطريقة تانية حبيت برضو اوريها لكم، ساعات بعمله لما بيبقى ممكن في خضرة، حطي شوية كده من الخضرة مع القرنبيط اللي انت هرسيه، وده بيزود فوائده ويضاعفها كمان. غير الفيتامينات اللي في القرنبيط هناخد فيتامينات كمان من الخضرة الخضرة الجميلة دي. وهنحط عليه البيض والتوابل زي ما عملنا قبل كده بالظبط، بس زيادة عليه المرة دي هي الخضرة، وبرضو معلقتين البقسماط، وهكذا. ده اللي من غير خضرة بعد ما اتقلى، بعد ما شكلناه بالمعلقة كده يبقى كله حجم واحد ونفس الشكل، وبعدين ننزله في الزيت المقدوح هيتقلي، وهنطلع بقى بيه على ورق مطبخ صفي الزيت اللي فيه، ونقدر نقدمه بقى كده على شوية بقدونس او شوية خضرة كده، هو يدوا ديكوريشن حلو للطبق، طعمه تحفة. واللي بالخضرة كمان طعمه احلى منه بمراحل وافيد كمان بكتير. دي تعتبر يعني وجبة غذائية كاملة متكاملة ومليانة بالعناصر المغذية للولاد ولينا احنا كمان. فيها قرنبيط وفيها بيض وفيها بقسماط وفيها خضرة، فيها جميع انواع الفيتامينات وكمان البروتينات اللي في البيض. تحفة جدا جدا جدا. اتمنى يكون الوصفة دي عجبتكم وفكرة حلوة عشان نأكل بيها الولاد القرنبيط. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك. والسلام عليكم ورحمة